السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف السادس. النهاردة معادنا مع الدولة الإسلامية في عهد الأمويين والعباسيين. افتكر كده معايا واحدة واحدة إن أيام الرسول وأيام الخلفاء الراشدين كانت عاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة، بس لما اتسعت الدولة الإسلامية علي بن أبي طالب خلى الخلافة الإسلامية عاصمتها الكوفة، ويموت عثمان بن عفان ويتولى الحكم علي بن أبي طالب، فما يعملش أي فتوحات إسلامية ويموت هو كمان. فيجي بعد عصر الخلفاء الراشدين عصر أو عصرين هيمتازوا باتساع الدولة الإسلامية بسبب الفتوحات، هيمتازوا بتطوير وتنظيم في الدولة الإسلامية ما اتعملش من بعد عمر بن الخطاب، هيكون كمان في ازدهار للعلوم والثقافة والفنون. يعني من بعد الخلفاء الراشدين ظهرت عصور تانية كان فيها فتوحات، كان فيها ازدهار للعلم، كان فيها تنظيم للحكم والإدارة. الدولة اللي هتيجي في الأول عندي هي الدولة الأموية. الدولة الأموية اللي هيأسسها معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان سماها الدولة الأموية علشان جده الكبير اسمه أمية، فتسمت بالدولة الأموية. الدولة الأموية هتحكم العالم الإسلامي 90 سنة. 90 سنة، مش خليفة واحد، دول هو وعياله وعيال عيال عياله. طيب يا سيدي، تعالوا ناخد أشهر ناس عملت حاجة حلوة وأضافت للعالم الإسلامي. رقم واحد اللي أسس الدولة معاوية بن أبي سفيان. مين معاوية؟ كان فين؟ كان بيعمل إيه؟ معاوية بن أبي سفيان كان واحد من الولاة اللي تعينوا على جزء من أجزاء في الدولة الإسلامية. فلما مات علي بن أبي طالب تم اختياره هو كخليفة للمسلمين. فأول حاجة عملها هو كان بيحكم في دمشق، فنقل العاصمة لدمشق. يبقى أنا كان عندي المدينة المنورة أيام الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان، علي نقلها للكوفة، جاء معاوية خلاها دمشق. طيب يبقى نقل الخلافة لدمشق، بنى مدينة اسمها مدينة القيروان. طب ليه يبني مدينة جديدة وهو عنده العاصمة في دمشق؟ قال لك هو بنى القيروان عشان ينشر الإسلام في أفريقيا. جميل. وبعد كده كان في ناس اسمهم الرومان، احنا عارفينهم، كل شوية يبعتوا عن طريق البحر المتوسط أسطول يحارب الأجزاء الإسلامية. فقال لك الناس دي لازم تقف عند حدها. هنعمل ايه يا معاوية؟ هنبني أسطول ونهتم بيه عشان نضرب الرومان زي ما بيضربونا. يبقى هو اهتم بالأسطول البحري الإسلامي. طب قول لي كده تاني، هو عمل ايه؟ معاوية هو اللي أسس الدولة الإسلامية، الدولة الأموية. معاوية أنشأ مدينة القيروان ونقل العاصمة إلى دمشق، اهتم بالأسطول البحري الإسلامي، وأخيرا عمل ديوان اسمه ديوان الخاتم. هتسألوني يعني إيه ديوان؟ هقول لك راجع الخلفاء الراشدين. ديوان دي كلمة معناها الكراسة، الدفتر، كلمة فارسية، بس يقصد بيها هنا الوزارة، زي وزارة الزراعة ووزارة الصناعة اسمها ديوان الزراعة وديوان الصناعة. فهو عمل ديوان اسمه ديوان الخاتم. ليه ديوان الخاتم ده؟ قال لك أي رسالة بتخرج من عند الخليفة، بتخرج من عند أي قائد في الدولة الإسلامية، تتختم علشان محدش يعرف يزورها. يعني ديوان الخاتم لمنع التزوير، ديوان الخاتم لمنع التزوير. طيب آخر مرة بقى معاوية عمل إيه؟ معاوية هو اللي أسس الدولة الأموية. معاوية نقل الخلافة لدمشق، أنشأ مدينة القيروان لنشر الإسلام، اهتم بالأسطول البحري الإسلامي، وكمان عمل ديوان الخاتم لمنع التزوير. جميل. يجي بعد معاوية، مش بعده على طول، خلي بالك، يجي بعد معاوية بشوية ملك قوي جدا اسمه عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان في عهده الدولة كانت مستقرة، مفيش فوضى، مفيش اضطرابات، مفيش صراعات. دي حاجة حلوة جدا. يبقى في عهد عبد الملك ابن مروان استقرت الدولة الإسلامية، وكان مفيش فوضى ومفيش صراعات. اصل بعد معاوية بن ابي سفيان كان في شوية فوضى واضطرابات، بس عبد الملك بن مروان خلص الكلام ده كله ومفيش في عهده اي فوضى ولا اي صراعات. جميل الكلام ده.
عبد الملك بن مروان بقى عمل ايه؟ اول حاجه عمل عمله اسلاميه. العمله زمان يا ولاد كانت كوين. احنا كدوله اسلاميه كنا بنتعامل بعمله الرومان مروان قال لك لا، احنا هنعمل عمله خاصه بينا احنا، عمله اسلاميه بتاعتنا احنا. فصك العمله الكوين لما تتصنع ما اسمهاش تتصنع، اسمها تتصك عشان هي من المعدن. فصنع عمله اسلاميه اسمها صك العمله الاسلاميه. تاني حاجه عمل مسجد قبه الصخره في فلسطين. اوعى تتلخبط بين المسجد الاقصى وقبه الصخره. عبد الملك بن مروان هو اللي عمل مسجد قبه الصخره. امر بتنقيط المصحف. تنقيط المصحف ده اللي هو يحط التشكيل على المصحف علشان يسهل قراءة المصحف، يبقى امر بتنقيط المصحف. واخر حاجة الدواوين كانت باللغة الفارسية، فهو خلى الدواوين باللغة العربية. هو كده عمل حاجات جميلة جدا. هو عمل للدولة الإسلامية عملة بتاعتها باسمها. هو حط تشكيل ونقط على المصحف عشان يسهل قراءة المصحف. هو خلى اللغة العربية اللغة الرسمية في كل الوزارات في الدولة. وكمان بنى مسجد قبة الصخرة. يبقى عبد الملك بن مروان صك العملة وعرب الدواوين، نقط المصحف وبنى قبة الصخرة. صك العملة، نقط المصحف، عرب الدواوين، وبنى مسجد قبة الصخرة. يجي ابنه الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك فضلت الدولة في عهده مستقرة، مفيش فوضى، مفيش اضطرابات. فأول ما يبني المسجد الأموي بدمشق. يبني المسجد الأموي بدمشق. خلي بالك، عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة في فلسطين، الوليد ابنه بنى المسجد الأموي في دمشق. بس كده لا، ده أعاد بناء المسجد النبوي ووسع الحرم المكي وكمل فتوحات إسلامية، لدرجة إن في عهد الوليد بن عبد الملك الدولة الإسلامية وصلت أقصى اتساع ليها في الدولة الأموية. وصلت من بلاد السند شرقا للأندلس غربا. الأندلس دي اللي هي أسبانيا والبرتغال دلوقتي. يعني هم كانوا من عند باكستان كده في آسيا لحد البرتغال. أقصى اتساع للدولة الإسلامية في عهد الأموي كانت في عهد الوليد بن عبد الملك. فتوحات فتوحات ونشر إسلام، عصر ازدهار وحاجة جميلة جدا جدا. يبقى النتائج المترتبة على وصول الفتوحات في عهد الوليد إلى بلاد السند شرقا والأندلس غربا، بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع ليها في عهد الوليد بن عبد الملك. وآخر واحد معايا هقول اسمه دلوقتي في عهد الأموي، عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان حريص على تطبيق العدل. زاهد في الدنيا. زاهد في الدنيا يعني مش عايز فلوس ومش عايز قصور ومش عايز حراسة ولا عايز يلبس ويتدلع ويلبس مجوهرات، زيه زي الخلفاء الراشدين بالظبط. زاهد في الدنيا، طالب تنفيذ العدل والمساواة بين الرعية الإسلامية. عايز كل مسلم يحس إن هو عايش مطمن ومرتاح. وعلشان الحاجات الحلوة اللي هو بيعملها دي، العلماء سموه، العلماء التاريخ سموه خامس الخلفاء الراشدين، رغم انه ما جاش بعدهم وجا بعدهم بسنين كتير قوي، وانه ما حكمش في عهد الخلفاء الراشدين ولا حاجة، ده حاكم في عهد الدولة الأموية. لكن من كتر ما هو كان زاهد في الدنيا حريص على تطبيق العدل سمي بخامس الخلفاء الراشدين. طب عمل ايه بقى؟ الراجل ده اهتم بالعلم والعلماء. اختار الولاة والقضاة والموظفين في دولته على اساس العدل وحسن السيره. يسال على الموظف ويجيب السي في بتاعه من اول ما اتولد، محترم مؤدب حريص على العدل بيخاف ربنا، يتعين. اي حاجه وحشه ما يتعينش. يبقى اختار الموظفين والولاه والقضاه على العدل وحسن السيره. ونشر الاسلام في البلاد المفتوحه بالموعظه والقدوه. يعني كان البلاد كده كده مفتوحه وكده كده بيحكمها مسلمين، بس فيها ناس غير مسلمين، فكان بيوضح لهم بالسلم قد ايه الاسلام دين تسامح،
قد ايه الاسلام دين قوه ودين عزه، بيبين الحاجات الحلوه اللي في الدوله الاسلاميه. يبقى نشر الاسلام بالقدوه والموعظه الحسنه، انا اتصرف صح وانا اعمل الحاجات الصح فالناس يشوفوني يتعلموا مني فيدخلوا الاسلام زيي. طيب هعيد تاني على عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بما تفسر سمي بخامس الخلفاء الراشدين لانه كان زاهدا حريص على تطبيق العدل بين المسلمين، بس كده. طيب اعماله: اهتم بالعلم والعلماء فبنى مدارس، اهتم بالعلم والعلماء فبنى مدارس، اختار القضاة والولاة والموظفين على اساس العدل وحسن السيرة. واخر حاجة نشر الاسلام بالقدوة بالموعظة الحسنة. لما عوز الولاد يتعلموا حاجة اعملها انا فهم يحبوها فيعملوها زيي، فهو كان بيعمل كده. لما عوز انشر حاجة في الدولة اعملها انا واخلي الموظفين بتوعي يعملوها فيعملوا زيي فيدخلوا الاسلام زيي، من كتر ما الاسلام بيدي الناس حاجة حلوة. بعد عمر بن عبد العزيز جاء عددا من الملوك الضعفاء. الملك الضعيف مش معناه ان هو سيء او مش مسلم او مش بيمشي بتعاليم الدين الاسلامي، ولكن معناه انه ملك غير قادر على اداره الدوله الاسلاميه، ودي معلومه ليك يعني. فلما اقول لك توالى الملوك الضعفاء يعني جه ملك واثنين وثلاثه واربعه مش قادرين يديروا الدوله صح، واداره الدوله دي حاجه كبيره مش اي حد يعرف يعملها. فمن اسباب سقوط الدوله الامويه هسالك كده: بما تفسر سقطت الدوله الاسلاميه؟ بما تفسر. هتقولي واحد: توالى بعد عمر بن عبد العزيز ملوك ضعفاء، يعني جه اكتر من ملك ضعيف. رقم 2: كان في صراع بين الناس في الدولة الإسلامية على الحكم، الناس رجعت تاني تتقسم قبائل، كل قبيلة عايزة هي اللي تحكم، يبقى الصراع بين القبائل على السلطة. ورقم 3: ظهرت دعوة جديدة اسمها الدعوة العباسية. عارفين العباس عم الرسول؟ اهي ناس طلعت قالت اللي يحكم المسلمين احفاد العباس ابن عم الرسول، وسموا نفسهم العباسيين. تاني: بما تفسر سقوط الدولة الأموية، توالى الملوك الضعفاء يعني تولى الحكم أكتر من ملك ضعيف. رقم 2: كثرة الصراعات بين القبائل العربية على السلطة. رقم 3: ظهور الدعوة العباسية. خلاص كده؟ ايه بقى قول لي الدعوة العباسية؟ في واحد مش عربي الأصل، يعني مش من شبه الجزيرة العربية، من بلاد فارس، من إقليم خراسان، اسمه أبو مسلم الخراساني. طلع الدعوة دي، قال لك يا جماعة أنا شايف إن أحق الناس بالحكم أحفاد العباس، فيلا بينا. هو بقى وجيش كبير كده وناس حواليه، الدعوة العباسية، ورفعوا شعار الدعوة العباسية وراحوا جاريين يحاربوا الأمويين. قابلوا الأمويين بجيشهم، دب طخ بوم دش، انتصروا على الأمويين في معركة اسمها معركة الزاب. انتصروا على الأمويين في معركة اسمها معركة الزاب. بعد معركة الزاب، من النتائج المترتبة على معركة الزاب، سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. فاضل حتة صغيرة أقولها لك قبل ما أحكي عن الدولة العباسية. الدولة العباسية يا ولاد، أبو مسلم الخراسان من إقليم اسمه خراسان. خراسان ده إيران وأفغانستان، تركمانستان، أوزبكستان، هي حتة جنب إيران كده، بلاد فارس، اسمها زمان بلاد فارس. خلاص؟ طيب دلوقتي عملنا معركة اسمها معركة الزاب، قتلنا فيها آخر الخليفة الأموي، وبقت دلوقتي دولة عباسية. كلمني بقى عن الدولة العباسية، احكي لي، اسمع. الدولة العباسية حكمت العالم الإسلامي 500 سنة. يا نهار أبيض، 5 قرون، 500 سنة. بس اوعى تفكر إن كل الملوك بتوع العباسيين كانوا أقوياء. في منهم قوي وفي منهم ضعيف. فأنا هقسم الحكم العباسي مرحلتين: مرحلة قوة وازدهار ومرحلة ضعف. القوة والازدهار هنقول عليها العصر الذهبي، ومرحلة الضعف عصر ضعيف. يبقى أنا هقسم العصر العباسي 2: العصر العباسي الأول مرحلة القوة والازدهار عصر ذهبي، العصر العباسي الثاني مرحلة ضعف. وأكيد هاخد الملوك الأقوياء. أنا قلت لك أنا هاخد الملوك اللي بيعملوا حاجة حلوة
تضيف للعالم الإسلامي. اديني بقى. أبو العباس أبو جعفر هارون والمأمون معتصم. تاني، أبو العباس وأبو جعفر، أبو العباس وأبو جعفر هارون والمأمون والمعتصم، هارون والمأمون والمعتصم. سهلين إن شاء الله. أبو العباس، أبو العباس عبد الله مؤسس الدولة العباسية، هو اللي قال في دولة عباسية يلا بينا، حط الأساس، نقل العاصمة للأنبار. لا استنى بقى كده، في الأول خالص العاصمة كانت المدينة المنورة يثرب، وبعدين بقت الكوفة، وبعدين بعد الكوفة دمشق، وبعد دمشق الأنبار. اقف واثبت. أبو العباس نقل العاصمة للأنبار، أبو العباس نقل العاصمة في العراق. وبعدين اهتم بالحجاج، دلل، اهتم بالحجاج، جدد الطريق بين مكة والكوفة، وزود الطريق بالمنارات. يبقى دلل، اهتم أبو العباس بالحجاج. هتقولي حاجتين، جدد الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات، يعني حط فيه أنوار. ولا يا حلو ما كانش فيه كهرباء، كان فيه لمبات جاز بس كان بيشرفوا عليها عشان تفضل منورة. طب بما تفسر؟ قام أبو العباس بتجديد الطريق بين مكة والكوفة وتزويده بالمنارات شاد الحجاج. طب بما تفسر؟ جدد أبو العباس الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات لإرشاد المسافرين اللي هم الحجاج. بس أبو جعفر عمل إيه؟ أسس الدولة ونقل العاصمة وجدد الطريق، اهتم بالحجاج، روق عليهم. يجي بقى أبو المنصور. أبو المنصور هيعمل عاصمة جديدة ويقضي على أي فتن وأي ثورات وأي اضطرابات ويعمل استقرار. الله، ده كأن ده هو اللي أسس الدولة بجد. ما احنا هنقول على أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي. طب بما تفسر؟ سمي أبو جعفر المنصور بالمؤسس الحقيقي لأنه قضى على الثورات ونشر الأمن وبنى بغداد. قضى على الثورات ونشر الأمن وبنى بغداد. ارجع للقائمة الأولانية، زود على العاصمة بغداد، بغداد بقت هي العاصمة. حلو الكلام. يلا بينا نكمل. بعد أبو جعفر المنصور بشوية بيجي لي واحد اسمه هارون الرشيد. هارون الرشيد أشهر خليفة عباسي، من وجهة نظري أقوى الخلفاء العباسيين. راجل كده كان واهب حياته للعلم والجهاد في سبيل الله، ولو ان الكلام ده يعني مش عندكم في الكتاب، بس انت عندك انه اشهر الخلفاء العباسيين اهتم بالعلم والعلماء. فواحد أسس مكتبة اسمها بيت الحكمة في بغداد. بص بقى، بص، اهتم بالعلم والعلماء فعمل ايه؟ أسس مكتبة وعمل سوق اسمها سوق الوراقين. ليه؟ عشان يطبع الكتب ويبيعها. يبقى بما تفسر إنشاء سوق الوراقين في بغداد لنسخ الكتب وبيعها. طب نرجع تاني لهارون الرشيد، عمل ايه؟ أشهر واحد ده أسس مكتبة بيت الحكمة، أنشأ سوق الوراقين، أقام علاقة قوية مع ملوك أوروبا، بقوا صحاب، إحنا مش أعداء، إحنا علاقة دبلوماسية. أقام علاقة قوية مع ملوك أوروبا وعمل فتوحات ووسعت الدولة الإسلامية في عهده. هارون الرشيد، بيت الحكمة والسوق الوراقين، صداقة مع ملوك أوروبا وتوسعات وفتوحات. تاني، بيت الحكمة، سوق الوراقين، صداقة ملوك أوروبا وفتوحات. طيب، ابن هارون الرشيد اسمه المأمون. المأمون هو كمان كان بيهتم بالعلم والعلماء، بس ده بقى هيعمل ايه؟ هيدعم العلم والعلماء، يعني هيصرف عليهم ويوفر لهم كتب. مش هيكتفي بكده بس، هيترجم الكتب الأوروبية الغربية اللي من أي حضارة تانية، هندية، أي حضارة فيها كتب علماء
هيترجمها لهم عشان يذاكروها ويعملوا اختراعات عليها. يبقى المأمون اهتم بالعلم والعلماء، دلل، دعم العلم والعلماء، ترجم كتب الحضارات، أنشأ مرصد فلكي. يعني إيه؟ مرصد فلكي ده مكان بيبقى فيه تلسكوبات كده وحاجات أجهزة العلماء بيدرسوا فيها حركة النجوم والكواكب. فهو أنشأ أول مرصد فلكي في بغداد. برضو بغداد هي العاصمة، فلازم تبقى أحلى حتة في أي حاجة. يبقى المأمون اهتم بالعلم والعلماء، فدعم العلماء والمفكرين، فترجم الكتب بتاعت الحضارات، وأنشأ أول مرصد فلكي. نيجي أخو المأمون، المعتصم بالله. بس المعتصم بالله يعني مش قوي قوي يعني من وجهة نظري. أول حاجة هو اهتم ببناء الجيش، بس عمل غلطة رهيبة. دخل في الجيش أتراك مسلمين، بس أتراك خدوا مناصب في الجيش، وهقول لك كمان شوية ليه. المهم ان هو اهتم ببناء الجيش وزوده بالجنود الأتراك. بنى مدينة ساموراء عشان تكون هي الخلافة بعد بغداد، فزود عندك المعتصم، نقل الخلافة لساموراء، ونجح في فتح عمورية. يبقى أنا عندي اهتم بالجيش، بنى ساموراء، فتح عمورية. اهتم بالجيش، بنى ساموراء وفتح عمورية. اهتم بالجيش وبنى ساموراء وفتح عمورية. ويجي بعد المعتصم ملوك ضعفاء، فالناس الأتراك والناس الفرس اللي مش عربيين يبدأوا يسيطروا على الحكم عشان الملوك ضعفاء. فالأمراء العباسيين يقعدوا يتخانقوا مع بعض على الوظائف والحكم. فبكل سهولة يجي ناس من بره العالم الإسلامي اسمهم المغول، يقتلوا المسلمين ويحرقوا المكتبات ويحرقوا الكتب ويقتلوا الجيش والأطفال والستات والرجالة ويسقطوا الدولة العباسية. يلا بينا السؤال: بما تفسر سقوط الدولة العباسية؟ صراع الأمراء، وضعف الخلفاء، وسيطرة غير العرب على الوظائف أو على الحكم. يبقى بما تفسر سقوط الدولة العباسية بسبب صراع الأمراء، وضعف الخلفاء، وسيطرة غير العرب على الحكم. مين سبب سقوط الدولة العباسية بعد الثلاثة دول؟ المغول. سقطت الدولة العباسية على يد المغول 656 هجريا. في الآخر عايزة أقول لك إن الدولة الأموية والدولة العباسية اهتموا بالعلم، اهتموا بنشر الإسلام، اهتموا بتحقيق العدل، واجتهدوا على أمن وأمان العالم الإسلامي. لو في سؤال هحب أوضحه لك، هقول لك: دلل تحققت العدالة في عهد عمر بن عبد العزيز اللي احنا قلنا عليه خامس الخلفاء الراشدين، لأنه اختار الولاة والقضاة والموظفين على أساس العدل وحسن السيرة. في سؤال تاني: ما النتائج قيام ثورات في عهد أبو جعفر المنصور أدى إلى قضاء أبو جعفر المنصور عليها، وسمي بالمؤسس الحقيقي للدولة الإسلامية؟ في أسئلة تانية كتير حلها، وأي سؤال هيقف معاك هتكتبهولي في الكومنت هرد عليه. أشوفكم في درس جديد، ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب للقناة.